بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة 5، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع الدرس الرابع من دروس الوحدة الثالثة اللي بيتكلم عن الصناعة بين الماضي والحاضر في بلدي. بعد ما تسمع الفيديو كويس جدا جدا جدا، ما تنساش تنزل تحت الفيديو، هتلاقيني سايب لك رابط أو لينك لأسئلة الدرس، حملها وحلها، وبالتوفيق للجميع. لو عجبك الدرس اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. يبقى عنوان درسنا النهاردة الصناعة بين الماضي والحاضر في بلدي. يعني ايه العنوان ده؟ يعني الصناعة أيام المصريين القدماء كان شكلها عامل ازاي، ودلوقتي بقت عاملة ازاي. تعالوا كالعادة نجيب الحكاية من البداية، يعني من عند المصريين القدماء. المصريين القدماء أول ناس كانوا شطار في مجال الصناعة، واستغلوا الموارد الموجودة حواليهم، وصنعوا كتير من الأدوات اللي استخدموها في حياتهم اليومية. من الأدوات أو المواد اللي استخدمها المصريين القدماء في حياتهم اليومية كانت الحجر، وصنعوا من الحجر التماثيل زي ما انت شايف تمثال أبو الهول، وكمان صنعوا الأواني الحجرية. يبقى المصريين القدماء لما نقول لك أكمل، صنعوا التماثيل والأواني من، تقول له من الحجر. كمان من المواد اللي استخدمها المصريين القدماء علشان يصنعوا أدواتهم اللي كانوا بيستخدموها طمي النيل. طب صنعوا إيه من طمي النيل؟ صنعوا من طمي النيل الأواني الفخارية اللي انت شايفها قدامك دي. يبقى صنع المصريين القدماء الأواني الفخارية من، تقول له من طمي النيل. كمان بعد كده المصريين القدماء بدأوا يكتشفوا المعادن زي الذهب وزي الفضة والحديد والبرونز والنحاس. ذهب وفضة وحديد وبرونز ونحاس. طب ايه الأدوات اللي صنعوها من المعادن؟ صنعوا الحلي. الحلي يعني المجوهرات. وصنعوا ايه كمان؟ التماثيل، سواء كانوا بيصنعوها من الذهب او الفضة او غيره. كمان كانوا بيصنعوا الأواني المعدنية زي ما انت شايف كده في الصورة. وأدواتهم الزراعية زي ما احنا خدنا الفأس وخدنا المحراس وخدنا المزراه والمنجل. كل الأدوات دي كانوا بيصنعوها من المعادن. يجي لك هنا سؤال يقول لك أكمل. صنع المصريون القدماء الحلي والتماثيل والأواني المعدنية وأدوات الزراعة من، تقول له من المعادن. كمان من المواد اللي صنع منها المصريين القدماء أدواتهم الرمال البيضاء. الايه؟ الرمال البيضاء المنتشرة في الصحاري المصرية. طب صنعوا ايه بقى من الرمال البيضاء؟ صنعوا منه الزجاج. وبالمناسبة الشعب المصري أول شعب على وجه الأرض يصنع الزجاج من رمال الصحراء، أو تحديدا من الرمال البيضاء. دايما تيجي يقول لك أكمل. صنع المصريين القدماء الزجاج من، تقول له من الرمال البيضاء المنتشرة في الصحاري المصرية. كمان من الأدوات أو المواد اللي صنع المصريين القدماء أدواتهم منها الأخشاب. طب صنع إيه من الأخشاب؟ صنع من الأخشاب المراكب والسفن زي ما أنت شايف كده في الصورة. وصنع كمان الكراسي والصناديق. يبقى لما نقول أكمل، صنع المصريين القدماء المراكب والسفن والكراسي والصناديق من، تقول له من الأخشاب. كمان الكتان وجلود الحيوانات دي من المواد اللي صنع منها المصريين القدماء أدواتهم اليومية. طب زي إيه؟ زي الملابس. دايما تيجي يقول لك أكمل. صنع المصريين القدماء ملابسهم من الكتان وجلود الحيوانات. كمان من أهم المواد اللي استخدمها المصريين القدماء في صنع أدواتهم اليومية واحتياجاتهم نبات البردي. نبات البردي. طب نبات البردي كانوا بيصنعوا منه إيه؟ كانوا بيصنعوا منه زي ما أنت شايف الورق والسلال. الورق اللي هو ورق البردي والسلال. كمان كانوا بيصنعوا منه الحصير والحبال. يبقى ورق وسلال وحصير وحبال.
وكمان صنعوا منه المراكب الصغيرة زي اللي انت شايفها في أول صورة دي. يبقى نبات البردي لما يقول لك بما تفسر كان لنبات البردي أهمية كبيرة عند المصريين القدماء، تقول له حيث صنعوا منه الورق والسلال والحصير والحبال والمراكب الصغيرة. تعالى بقى اما اكلمكم عن أهمية نبات البردي في الصناعة قديما وحديثا، يعني أيام المصريين القدماء كانوا بيصنعوا منه إيه، ودلوقتي بيصنعوا منه إيه، وموجود فين. تعالوا نشوف الأول قديما. كان لنبات البردي عند المصريين القدماء أهمية كبيرة جدا. طيب إيه الدليل؟ الدليل إن هم استخدموه في صناعة العديد من المنتجات زي المراكب الصغيرة زي ما وريتك في الصفحة اللي فاتت، والسلال والحبال والورق والحصير. هوريك تاني صور ليها. ادي صورة للمراكب الصغيرة اللي كان بيصنعها المصريين القدماء من نبات البردي. ادي السلال، وادي كمان الحبال والحصير وكمان الورق. كل الحاجات دي كان بيصنعها المصريين القدماء من نبات البردي. مراكب صغيرة، سلال، حبال، حصير، أوراق. ورق البردي بيعتبر من أعظم الصناعات اللي قدمتها الحضارة المصرية للبشرية. أعظم صناعة قدمها المصريين القدماء للبشرية كانت صناعة ورق البردي. طب ليه بما تفسر؟ قال لك لأن لولا اختراع نبات البردي لظل الناس يكتبون على الفخار والأحجار. يعني لولا المصريين القدماء اخترعوا لنا الورق المصنوع من نبات البردي كان هيفضل الناس يكتبوا يا إما على الفخار يا إما على الأحجار. طيب ماشي. حديثا بقى، حديثا موجودة عندنا قرية في محافظة الشرقية اسمها قرية قراموس. اسمها قرية قراموس، موجودة في محافظة الشرقية. دي القرية الأولى والوحيدة اللي موجودة في العالم اللي بتتخصص لحد النهاردة في زراعة أرضها كاملة لنبات البردي. كل الأراضي الزراعية اللي موجودة في قرية قراموس بتتزرع بنبات البردي، واللي موجودة في محافظة الشرقية. طيب ماشي. والدولة حاليا مصر بتسعى إن هي تدخل صناعة نبات البردي في قرية قراموس ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والتابعة للأمم المتحدة، علشان العالم كله يعرفها ويبدأ يشتري المنتجات بتاعتها. يبقى قرية قراموس أكبر قرية وأول قرية في العالم لتصنيع ورق البردي أو منتجات البردي. تعالوا بقى اما اكلمكم عن انواع الصناعه وتطورها. الصناعه عندي نوعين: صناعه يدويه ودي كانت قديما، وصناعه حديثه اللي هي حاليا. تعالوا نعمل مقارنه ما بينهم هما الاثنين. اولا الصناعه اليدويه دي صناعه بتعتمد على العمل اليدوي، اما الصناعه الحديثه دي بتعتمد على الالات الحديثه. ممكن يقول لك اكمل. تعتمد الصناعات اليدويه على، تقول له العمل اليدوي. طب والصناعات الحديثة بتعتمد على الآلات الحديثة. طيب ماشي. الصناعات اليدوية كانت بتتم في ورش صغيرة، كانت موجودة في ورش صغيرة. أما الصناعات الحديثة لا، ده بتتم في المصانع الكبيرة. طيب ماشي. مميزات الصناعة اليدوية إن المنتجات بتاعتها بتبقى أكتر إبداعا وفنا، أكتر إبداعا وفنا، يعني مبدعة جدا وبدرجة فنية كبيرة لأن الصانع بيعملها بإيده. أما الصناعة الحديثة بتتميز بزيادة كمية الإنتاج وإن هي بتبقى أكثر دقة وجودة. يبقى المنتجات اليدوية أكثر إبداعا وفنا، والحديثة بتبقى أكثر دقة وجودة. طيب ماشي. أمثلة الصناعات اليدوية زي صناعة الفخار زي ما أنا وريتكم قبل كده، والسجاد اليدوي، وصناعة الخيامية اللي احنا كنا خدناها في سنة رابعة لما قلنا في شارع كامل في حي الأزهر اسمه شارع الخيامي. أما الصناعات الحديثة زي صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية. ركزوا يا شباب عشان دي دايما تيجي في الأسئلة المهمة. طيب ماشي.
تعالوا بقى نشوف أهم الصناعات المصرية اللي موجودة في مصر حاليا إيه هي. عندي صناعة الأساس يعني العفش بتاع البيت. طيب ماشي. صناعة المنسوجات سواء بقى كانت ملابس أو مفروشات. صناعة مواد البناء الطوب والأسمنت والحديد. صناعة عربات السكك الحديدية زي اللي انت شايفها عندك في الصورة دي. صناعة الأجهزة الكهربائية التلاجة والغسالة والمروحة والتكييف والمكنسة، كل دي اسمها أجهزة كهربائية. كمان صناعة الأغذية المحفوظة اللي احنا بنستخدمها في أكلنا. طيب ايه كمان؟ صناعة الآلات الزراعية. الآلات الزراعية زي المحراث وزي الجرار الزراعي وزي الآلات الحديثة اللي احنا بنستخدمها في جمع المحاصيل الزراعية. طب ايه كمان؟ صناعة الأدوية بمختلف أنواعها. طب ايه كمان؟ صناعة تجميع السيارات. يبقى أنا عندي في مصر صناعة أساس، منسوجات، مواد بناء، عربات السكك الحديدية، الأجهزة الكهربائية والأغذية المحفوظة والآلات الزراعية والأدوية وتجميع السيارات. وعاوزك تفرق ما بين الصناعات اللي موجودة زمان والصناعات اللي موجودة دلوقتي. الصناعات اللي كانت موجودة زمان زي ما أنا قلت لك صناعات حجرية، صناعات فخارية، صناعة الزجاج، وصناعات قائمة على نبات البردي. طيب ماشي. ايه بقى أهمية الصناعة للاقتصاد المصري؟ الصناعة عملت ايه للاقتصاد المصري؟ أولا أساس التنمية الاقتصادية في مصر، يعني أي دولة عاوزة تعمل تنمية في اقتصادها تزود اقتصادها لازم تهتم بالصناعة، لأن احنا قلنا في الدرس اللي في درس سابق إن الصناعة بتساهم بتلت الدخل القومي المصري، يعني حوالي 34%. يبقى أساس التنمية الاقتصادية في مصر. بتوفر فرص عمل للمواطنين. كمان بتعد مصدر للدخل القومي. أي نشاط اقتصادي يجيلك يقولك بما تفسر أهمية النشاط الاقتصادي ده، زراعة، صناعة، تجارة، سياحة، أي نشاط اقتصادي تقول يوفر فرص عمل للمواطنين وتعد مصدرا للدخل القومي. تعالوا بقى نشوف ايه هي جهود الدولة علشان تنمي الصناعة في مصر. عملت ايه الدولة عشان تنمي الصناعة في مصر؟ أولا أنشأت الدولة العديد من المدن الصناعية المتخصصة. عملت ايه؟ أنشأت العديد من المدن الصناعية المتخصصة. متخصصة ازاي؟ زي مدينة الجلود في الروبيكي. مدينة الجلود في الروبيكي بمحافظة القاهرة. ومدينة الروبيكي دي مدينة كاملة متخصصة في صناعة الجلود بالقاهرة، وكنا خدناها قبل كده في سنة رابعة. عملت مدينة اسمها مدينة الدواء في الخنكة في محافظة القليوبية زي ما انت شايف كده مكانها على الخريطة. يبقى مدينة الجلود في الروبيكي بالقاهرة، ومدينة الدواء في الخنكة بمحافظة القليوبية. خلي بالكو دايما بتيجي أكمل على طول. طيب ماشي. طب ايه جهود الدولة كمان برضو لتنمية الصناعة؟ أنشأت الدولة مجمعات صديقة للبيئة. هي والبيئة أصحاب. ليه بقى أصحاب؟ لأن هي بتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة اللي ما بتلوثش البيئة. يبقى أنشأت مجمعات صناعية صديقة للبيئة اللي بتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. طب ليه عملتها؟ هتقول بسبب تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري وترشيد استخدام الموارد. ترشيد استخدام الموارد وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. عملت كمان الدولة طورت صناعة الغزل والنسيج، لأن صناعة الغزل والنسيج بتساهم بنصيب كبير في الدخل القومي. طب إيه الدليل إن الدولة ساهمت في تطوير صناعة الغزل والنسيج؟ أولا أنشأت مصانع للغزل والنسيج جديدة في كفر الدوار ودمياط، وطورت المصانع اللي موجودة زي شركة مصر للغزل والنسيج اللي موجودة في المحلة الكبرى. يبقى عملت مصانع جديدة زي كفر الدوار ودمياط، وطورت المصانع الموجودة زي شركة مصر للغزل والنسيج اللي موجودة في المحلة الكبرى. وبكده يا شباب أكون خلصت الدرس. يا رب تكونوا استفدتوا.
بالتوفيق للجميع. وما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو وتحملوا رابط الأسئلة علشان تحلوها، وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.